اليوم عندنا تحدي كبير مع هذا الراس تاع الكبش، سورتو كي يكون بقرون وهكذا يا يما هو يعني شبابه. بصح هذاك القرون يعني انا جامي تعاملت مع القرون هكذا. راح نحاولوا نحوهم بسرعه. هكذا دوك يجي زوج ديالي هو اللي ينحيهم، استعمل كل الطرق باه نحيهم، المنشار من منشار المنقار من المنقار سكتوبر. ومن بعد ما نحيو هذو القرون رايحين نشوطوه. ها ما تقولوليش باللي طريقة تاعكم ديروها تاع تغليو ماشي كامل، كاين الاغلبيه يديروها تاع يغلوه في الماء ما باش يزيدوا للماء يجي بنين. لا الزليف تاع بكري كيما نشوطوه كيما دوك مازلنا نشوطوه هو اللي يجي بنين. لهنايا راح نشوطو. انا نحيت هذه باه ما يبقاليش السيكاتريز في الراس تاع الزليف، هكذا حيجي خدمه عمليه اكثر. واكيد من بعد هذيك الطابونه راح نغسلها مليح. راح نشوطو مليح هكذا على النار ونقلب منا ومنا وفي نفس الوقت يعني نفرشها من تحت هيدا شغل كرتونه ولا حبيتو حاجه باه ما يمرمتش الحاله. ونقعد نكرط فيه كرطي راني مقلبه الموسى هنايا باه ما نجرحش الراس. دوك تشوفوا معايا ها قصدي قلبته هكذا نشوطو مليح ونكرط. راكم تعرفوا كما هذه الطريقه حبيباتي نورمالمون ما نشاركمش كامل التفاصيل، بصح حبيت يبقى هذا ذكرى. هذا الراس حبوه بزاف وليدي صغير. واش تقولوا هذا واسمو بدرو يقولوا وحش. واسمو وحش. هذا ماشي وحش، هذا راس تاع خروفه. ماشي خروف يعني او كبش الله يبارك كبير. هنا رايحين تاني نشوطوا الرجلين ونحيو هذا منه ما دوك تشوفوش نحيوكم تعرفوا كامل الطرق. هنا هذو ما نحيهم بالموس وسايسو لكش ما يجرحكم الموس. ومن بعد تروحوا معايا نغسلوه. كاين اللي كيستعملوا طريقه تاع التشواط ما يستعملوش عفوا طريقه تاع التشواط تقول لك يمرمد الحاله ومنها بصح والله غير هو البنين. مرفا انا الزليف نتاعي يعني في الفيديوهات اللي فاتوا اللي كنتوا تتبعوني وتشوفوهم درتو بعدة طرق، لكن جامي في حياتي درتو في الفرن. درتو في الفرن ماشي ما درتوش، لكن درتو على طريقة شطيطها يعني كيف نقول لكم تكتوكه قصدي. زدت له الفلفل طوماطيشه بصل بعد ما نطيبو ونقطعوا قطع صغار وندخلوا للفرن. واحد الاخت وقت طلبت مني هذه الوصفه نقدمها لها ان شاء الله الخطره الجايه نقدمها لك اختي. هنا اكيد تغسلوه مليح. درت في الماء شويه ايزي تاع الماء عادي فقط واني نغسل فيه مليح مع الاخر نمصمصو ولا نشلو مليح بالماء والخلخيتين. هاني نحك فيه مليح هكذا. شوفوا كيف كيتشوط ما شاء الله. عاود تنقى مليح. الرجلين مانيش حنطيبهم نخبيهم كش ما مره جايه يعني يجي مكتوبهم نطيبهم. شوفوا انا ملفل هذا الراس نحب نقسمه كما نقسموه عادي. الوصفه ولا الطريقه المعتاده في العيد دائما نقسموه. اول مره حنخليها هكذا حنقسمه على ثلاثه. بقول لك شوفوا معايا شغل انا ملفه كي نقسمه كامل نقوه وننفضوه. كما على بالكم هذيك الدوده موجوده في اي راس تاع الكبش، لكن احنا نقسموه هكذا ونزيد ننفضوه مليح ونغسلو بيا ونقيه مليح هكذا. اكيد على بالي واش راني ندير. المهم انا اول مره راح ندخلو للفرن بلا ما نطيبوه في الكيكوطه، وكانت يعني غلطه درتها. نورمالمون يطيب قبل في الكيكوطه ولا في بورما كيما مالفين كالمعتاد نديروا له الماء والملح والثوم والبصل ونخلوه يطيب. اول مره يعني حنجربوا طول ندخلو الفرن وندمت عليها معليش باسكو تعبني بزاف وغبني. هنا درت الملح فلفل اسود فلفل عكري احمر وعندي فلفل حار يابس. تقدروا تستعملوا حتى الهريسه ولا هذاك الفلفل الدريس يحب الحرار الزليف. وعندي الكمون راس الحانوت تتبيله مشكله تاني تجي بزاف بنينه في التتباع هكذا عند العطار كله عطري تتبيله مشكله. وعندي قلت لكم الكمون ضروري الكمون وهذاك الثوم يحب الزليف الثوم والكمون اكيد. وراس الحانوت انا قلنا ثاني تقدر تستعمل حتى كزبر يابس شويه. راح نديروا شويه زيت هكذا. واش نزيدو نديرو نعصرو الليمون ثاني. الزليف يحب بزاف الليمون ولا القارص نعصرو هكذا. بعد نجيب كميه تاع ما شويه فقط باه تتحلحل هذيا. شوفوا خياتي ما تتبعونيش واش درت انا هنايا. واش ديروا طيبوه قبل خياتي سواء كان خروف كبير ولا صغير طيبوه قبل في الماء والملح وديروا شويه تتبيله الثوم منكم على بالكم. بعد ما تطيبوه
باه ديروا له هذه التتبيله هذه هي اللي درتها نفسها. راكم تشوفوا ضفت الماء وراح نضيف الطماطم مصبره هكذا ملعقه كبيره بما انه راهو راس كبير. قلت لكم كي طيبوه قبل باه ديروا هذه التتبيله تخلوه دوك نعمروا بهذيك التتبيله، خلوه على الاقل واحد نص ساعه حتى ساعه يتشربها مليح، ومن بعد باه تدخلوها الفرن. يعني كان نصيحه اختكم فاطمه الزهراء نصحها لكم. نسينا بها نصلوا على سيدنا النبي، نصلوا كامل عليه افضل الصلاه والسلام، ونقول لكم واش راكم خياتي ان شاء الله تكونوا كامل لاباس عليكم ولا يتبعوا فيا وفرحوا لي رجوعي. نبعث لهم احلى سلام وتحيه. هذه وصفه بوزلوف نهديها لواحد الاخت طلبت مني وصفه بوزلوف، نقول لك جا بزاف في شهي، فقط انا عطيت لكم هذيك النصيحه ديروها، وان شاء الله الخطره الجايه نعطيكم وصفه بوزلوف المعتاده ما فنديرها لكم وتعجبكم اللي هي تكتوك بوزلوف تجي تاني بينا بزاف. بعد ما خليته شويه تشرب هكذا جبت خضره لهنا واش حبيتي. انا درت البطاطا شوفوا فرشتها قبل بالبابي كويسون ولا ورق الطهي السنيوان تاعي، دوك ندهنوا بشويه زيت. اكيد الخضره نتاعي ندير لها الملح هكذا. هنايا كي درت الخضره ومن بعد كي تحطي فوقها زعما هذاك الزليف وتدخليه يطيب 4 سوايع ولا 6 سوايع، هذيك الخضره ما تبقاش راهي تذوب. مالا انا واش صرالي كي درت الخضره ودخلته يطيب لقيت الخضره طابت وهو مازال، وليت تعبت من دار جديد وتعبه كبيره. نحيت هذه الخضره كامل لقيتها طابت زبده وخليته هو كمل حتى 6 سوايع. راكم شفتوه راهو راس قوجه راس راهو كبير عليها. طيبوه قبل اخياتي راكم حين هكذا تتعبوا. معليش انا تبعت واحد الوصفه تاع واحد الاخت نقولها لا يا اختي لا لازم نطيبوه ولفنا نطيبوه قبل. انا ما ساعدتنيش هذه الوصفه تاع راس طول هيديك دخليه للفرن. كون جا وحده لعله هو تصبريلو بصح مع الخضره لا هنا سمحوا لي ما كانش عندي بابي كويسون درت طول الالومنيوم. يفضل ديروا قبل بابي كويسون على بالكم باللي الالومنيوم شويه يعني ماشي شويه بزاف مضر بالصحه، ما لازمش يقص الماكله نتاعنا. ضروري تغلفوه مليح ما تخلوه حتى الهواء يدخلو. الفرن تاعنا يعني شعلته يعني سخن مليح او سخون يعني شعلته. يلا تدوه معايا يعني الفرن تاعي. هذا هو لحد الان الوصفه عطيتها لكم من قلبي وعطيت لكم كامل اسرار نجاحها. هنايا ديروا الماء يكون سخون بزاف وحطوه لتحت ماشي هكذا الفوق. دوك نهبطوا انايا هنا باكو تحز التليفون ما قدرتش نهبطوه. هذاك البخار تاع الماء يخلي هذاك الزليف تاعكم يجي طري من يدي. هاوليك الزليف تاعنا ما نكذبش عليكم. الخضره طابت نحيتها وخليته هو يكمل 6 سوايع بعد خلو طياب. هو على حقيقة جاي شهي. بعد فتحت عليه من الفوق خليته زاد تحمر هكذا. شوفوا لونه شحال شهي. جاي شهي اول مرة نجرب يعني نطيب طول راس تاع زليف هكذا تاع خروف لا تاع كبش طول نطيبه في الفرن. جاي شهي تكون في الجنة. هاوليك حبيت نعطيكم هذه الوصفة من قلبي ونعطيها لكم المطبخ تاعي وعطيتكم كامل يعني سواء الحوايج السلبية فيها ولا الإيجابية. الخضرة قلت لكم طابت زبدة وثانية خليته دا وقت طويل وكبير. إذ كنت يعني مغصوبة ولا ما عندكش طولة البال وثاني تغلط يعني خضرة طيب لك وهو يبقى ماشي طايب قبل حطيه في الكيكوطه طيب قبل ومن بعد باه دخليه الفرن. هاوليك كيف دوك نقسم معاكم وراه طايب هنا بصح دالي وقت كيما قلت لكم. هاوليك شوفوا كيفاه جاي شهي مع شرائح الليمون اكيد. هاوليك شوفوا كيف يتنحى فاصل ما. هاوليك يعني طاب زبده ما شاء الله. ان شاء الله الوصفات الجايه نزيد نعطيكم انواع تاع الزليف. عندي عده يعني طرق في اعداد الزليف. ان شاء الله وصفتي اليوم تكون نالت اعجابكم. اذا عجبتكم حبيباتي ما تنساوش تحطوا لي لايك بارطاج الاشتراك في القناه. تحيه خالصه مني اليكم. كش ما عندكم تدابير ولا نصائح يعني ما تبخلوناش بها حطوا لنا في التعليقات. نتشاوروا وننصحوا بعضنا ونفيدوا بعضنا بالحاجه اللي فيها الخير. يلا في الأخير نقول لكم السلامة مع فيديوهات جديدة من قناة مطبخ فاطمة الزهراء.